صنعاء أعلنت أمام العالم كله وفاجأت العالم الغربي تحديدا إنها مش بس مع الأراضي المحتلة وسكانها، لكن كمان مستعدة إنها تدافع عن أي بلد عربي يتعرض للابتزاز أو التهديد. رسالة الحوثيين لدولة قطر وللخليج العربي بالكامل كانت واضحة: مش هنسيبكم لوحدكم. الدنيا حاليا في الشرق الأوسط تعتبر مولعة، المنطقة العربية بالكامل بتقف على برميل بارود كبير ممكن ينفجر في أي لحظة من اللحظات، والشرارة المرة دي جات من مكان ما كانش حد متخيله تماما، من اليمن. المشهد بدأ لما القوة الصاروخية اليمنية فجرت مفاجأة تعتبر ثقيلة جدا، صاروخ باليستي فرط صوتي، مش بس صاروخ عادي، ده انشطاري متعدد الرؤوس، يستطيع انه يضرب عدة اهداف في نفس التوقيت، والضربة راحت على قلب الكيان وبالتحديد منطقة يافا المحتلة، ويستهدف أحد المواقع الأكثر حساسية في المنطقة. هنا طبعا جيش الاحتلال دخل في دوامة رعب، أسراب من المسيرات اليمنية اتحركت فوق سماء تل أبيب نفسها، والجيش العبري اضطر يعلن حالة الاستنفار القصوى، كأننا بنتكلم عن حرب شاملة مش مجرد هجوم عادي. لكن قبل ما ندخل في تفاصيل رد تل أبيب، نرجع شوية للخلف للدوحة. صحيفة واشنطن بوست فجرت قنبلة إعلامية، رئيس الموساد ديفيد بارنيا نفسه رفض خطة اغتيال قيادات من المقاومة داخل الأراضي القطرية. الأسباب لأنه كان خايف يخسر شبكة العلاقات اللي بنوها مع القطريين. لكن هنا السؤال: هل فعلا بارنيا كان حريص على العلاقات، ولا الموساد عايز يعمل العملية بس بطريقة تانية؟ بينما كل ده بيحصل، الإعلام العبري بدأ ينشر تقارير إن تل أبيب متأكدة إن الحوثيين مش هيسكتوا على أي محاولة لاغتيال مسؤولين في حكومتهم، واتكلموا بصراحة إن الهجمات الجاية ممكن تستهدف كبار المسؤولين السياسيين في داخل الكيان نفسه. مش بس كده، كمان البنى التحتية الحيوية في العاصمة أصبحت في مرمى الحوثيين. علشان كده يعني الكيان بدأ يحرك الغواصات ناحية البحر الأحمر والسواحل اليمنية كخطوة رادعة، وبيقول للعالم كله: أي هجوم يمني كبير هنولعها ونرد بقسوة شديدة. في نفس التوقيت عضو المكتب السياسي للحوثيين طلع برسالة مباشرة لقطر: راجعوا سياستكم الخارجية مع الدول الغربية عموما، وصنعاء مستعدة تقف بجانبكم زي ما وقفت جنب فلسطين. تصريحاته دي كانت رد غير مباشر على كلام ترامب اللي اعتبر الهجوم على الدوحة انه هجوم مبرر، وكأنه بيقول احنا ادينا الضوء الاخضر، وده في حد ذاته فضيحة سياسية، لانه بيوضح قد ايه الدوحة بتتعرض لابتزاز أمريكي مالي وسياسي في نفس التوقيت. هنا تدخلت مصر بشكل صادم. القاهرة دعت قيادات الحركة الفلسطينية أنهم يسيبوا قطر وينتقلوا للقاهرة مع وعد رسمي بالحماية الكاملة من أي استهداف من الكيان. مش بس كده، مصر فجرت مفاجأة أكبر، إنها إنهاء التنسيق الأمني مع تل أبيب اللي كان ماشي من سنتين، واتكلمت بوضوح: من هنا ورايح هنتصرف من غير ما نشرح ولا نبرر. وده معناه إن مصر رجعت تلعب دورها التاريخي مش كوسيط بس، لكن كدرع للعالم العربي. وده خلى تل أبيب تدخل في حالة جنون، خصوصا بعد ما بدأت دعوات لحلف عربي جديد بقيادة القاهرة لحماية الدول العربية من أي تهديد إسرائيلي قادم. الغضب مش بس وقف عند مصر، لا، الخليج كله بدأ يغلي. قناة كان العبرية بتتكلم إن في قمة عربية طارئة هتنعقد في الدوحة، واللي اتسرب منها أخطر بعض الدول بتفكر في مقاطعة تل أبيب وإلغاء الاتفاقات اللي اتعاملت معاها. مسؤول سعودي كمان قال إن الغضب في الخليج كبير من نتنياهو، لأنه بقى لا بيحترم شريك ولا بيحترم اتفاق. رد فعل الكيان كان مستفز. مندوب تل أبيب في الأمم المتحدة وقف في قاعة مجلس الأمن وهدد وزير خارجية قطر مباشرة: إما تدون قيادات المقاومة الفلسطينية وتطردوهم، أو إحنا اللي هنتصرف ونضربكم تاني. تخيل، يعني تهديد مباشر من داخل مجلس الأمن. ودي كانت إهانة لكل العرب مش لقطر وفقط، رغم تحذيرات أجهزته الأمنية
اللي قالت له لو غزينا القطاع آلاف الأسرى هيموتوا والملايين هيتحصروا. نتنياهو مصر يكمل في خطته، نقل دبابات ومدرعات لعسقلان واستعداد لاقتحام كبير. لكن الجديد في نفس اللحظة، قراصنة أتراك اخترقوا هواتف 11 وزير للكيان ونشروا أرقامهم بما فيهم وزير الدفاع نفسه. يعني إسرائيل بتخسر معارك إلكترونية كمان. يعني حاليا فعلا الشرق الأوسط موجود فوق برميل بارود كبير. الحوثي بينفذ تهديده وبيضرب فعلا الأراضي المحتلة. غواصات الكيان بدأت تتحرك فعلا تجاه جنوب البحر الأحمر. مصر بتعلن عن حلف عربي جديد وبتصدم العالم بالكامل وخصوصا العالم الغربي. قطر نفسها في قلب الأزمة حاليا، وترامب بيدخل على الخط. كل اللي بيحصل في المنطقة مش مجرد أحداث متفرقة، لا دي خيوط كلها رايحة لنقطة واحدة، حرب شاملة ممكن تنفجر في أي لحظة، والشرق الأوسط عموما هيكون هو الخاسر الأول والأخير. مكملين معاكم، لسه معانا أخبار نارية ومدوية، لكن قبل ما نكمل دعم الفيديو باللايك والاشتراك وشير الفيديو في كل مواقع التواصل. انهيار الكيان من الداخل مش بقى عناوين في مواقع إلكترونية عالمية وفقط، انهيار الكيان من الداخل أصبح حقيقة واقعة. تعال نركز شوية على الكيان نفسه اللي طول عمره بيتقال عنه انه أقوى جيش في المنطقة أو البلد اللي ما بتتهزش. النهاردة الصورة دي اتكسرت تماما. جوه الشارع، شارع الكيان، في حاجة غير مسبوقة بتحصل حاليا. مئات الآلاف بينزلوا في الشوارع كل يوم. الانقسام وصل للجيش نفسه. ضباط احتياط بيعلنوا علانية رفضهم يكملوا في الخدمة. الاقتصاد بيتهاوى حرفيا، مش كلام إعلام عربي، لا دي تقارير رسمية هم نفسهم بيعرضوها وبيحللوها. يعني حضرتك تخيل كده، الاحتلال اللي كان معتمد بنسبة كبيرة على العمالة الفلسطينية الرخيصة، حاليا مفيش العمال الفلسطينيين سواء من الضفة أو من القطاع المحتل اللي كانوا بيشيلوا البنى التحتية والزراعة والبناء، تم منعهم تماما من الدخول. النتيجة اللي حصل شلل اقتصادي بيضرب الشارع. أزمة اقتصادية خانقة حاليا، معدلات بطالة بتزيد، شركات بتقفل، استثمارات أجنبية بدأت تهرب، التضخم وصل لمستويات مخيفة. الاحتلال اللي كان دايما بيصدر صورة الدولة الذكية حاليا بيصارع عشان يلاقي عمال يزرعوا له ويبنوا له. حتى شركات التكنولوجيا بقت بتشتكي من الكفاءات انها بتهرب بره. جيش الاحتلال اللي كان بيدعي انه لا يقهر، الجيش النهارده مش هو الجيش اللي كان من 10 سنين أو من 20 سنة. طول أمد الحرب استنزف كامل الاحتياط بالكامل. آلاف الجنود اتنقلوا من مكاتبهم ومدارسهم لشوارع القطاع المحتل أو الجنوب اللبناني. واللي أخطر من كده، الجبهة الداخلية اتفضحت تماما. المقاومة فهمت نقطة ضعف الكيان المدني الإسرائيلي، مش قادر يعيش تحت تهديد طويل المدى. المدني عند سكان الكيان متعود على حرب أسبوعين وتخلص بالكتير وبعدها الجيش يعلن الانتصار، لكن حاليا بقوا داخلين في سنتين والحرب لسه شغالة. رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو نفسه بقى مكروه جوه الكيان بدرجة غير مسبوقة. أهالي الجنود اللي ماتوا بيعتصموا أمام مكاتبه. أوصر الأسرى بيقولوا بصوت عالي وبيعلنوا صراحة إن أنت كذاب، اعمل صفقة وخلصنا. حتى الصحف العبرية بقت بتهاجمه بشكل يومي، إما الصفقة أو الانهيار الكامل. الصحيفة الأكبر عندهم يدعوت أحرنوت كتبت بالحرف الواحد إن الخيار الاستراتيجي الوحيد لإنقاذ الكيان هو وقف الحرب فورا. يعني هم نفسهم اللي بيتكلموا بهذا الحديث، إن مفيش بديل غير الاستسلام للشروط اللي محطوطة. الموضوع ما وقفش على الاقتصاد والمظاهرات، لا حاليا في شبه انقلاب داخل مؤسسات الكيان، صراع ما بين المؤسسة العسكرية والسياسية، ضغط رهيب على نتنياهو انه يمشي. حتى وزراء في حكومته بقوا يصرحوا عكس كلامه. تخيل حضرتك، الكيان اللي طول عمره بيصدر للعالم صورة الوحدة والصلابة بقى متآكل من جواه. السيناريو المرعب بالنسبة لهم حاليا اللي هيحصل ببساطة،
استمرار الحرب يساوي انهيار اقتصادي، تفكك مجتمعي، أيضا صفقة تبادل بتساوي اعتراف بفشل استراتيجي أمام المقاومة. يعني في كل الأحوال هم خسرانين. اللي بيخلي الصورة أوضح، الكيان حاليا بقى محاصر بين نارين: نار الخارج المقاومة سواء من القطاع المحتل أو من جنوب لبنان أو من اليمن أو من تهديد إيران. رقم 2 نار في الداخل: انقسام، انهيار اقتصادي، فقدان الثقة في القيادة. وده اللي بيخلي المحللين الغربيين نفسهم يتكلموا إن الخطر الأكبر على الكيان مش الصواريخ اللي من بره، لكن الانهيار اللي من الداخل. الكيان النهاردة عامل زي مبنى ضخم، من بره باين انه متماسك، لكن من جوه الاساسات متآكلة تماما. مجرد زلزال بسيط او حتى دفعة قوية من بره ممكن توقع العمارة كلها مرة واحدة. نتخيل كلنا يعني، وده بيحصل أمام العدو رقم 1 لمنطقة الشرق الأوسط. وإحنا النهاردة يعني مش هنتكلم عن قصف ولا عن دبابات، إحنا هنتكلم عن حاجة أخطر كمان: إهانة متعمدة للعرب والمسلمين وصمت مخزي للعالم كله. يعني حضرتك مبعوث أمريكي زي توم براك يجلس مع الصحفيين في لبنان، ولما الاجتماع يتأخر شوية يطلع شتمهم حيوانات وغير متحضرين. المفروض اللي يعتذر هو الإدارة الأمريكية، لكن اللي حصل الرئاسة اللبنانية بنفسها اعتذرت ليه، وكأنهم شايفين نفسهم تحت سلطة الولايات المتحدة. طب تخيل لو العكس حصل، لو مبعوث عربي قال كلمة واحدة زي دي على صحفيين أمريكان أو أوروبيين، كان الإعلام الغربي هيولع الدنيا والعقوبات كانت هتنزل من السماء. المصيبة الأكبر مرشحة أمريكية في الكونجرس طلعت في الجنينة بتاعت منزلها وحطة مصحف علشان تحرقه، وتقول لك مش هنسمح بانتشار العدوى الإرهابية المسلمة. والمصيبة الأعظم تقول لا إله إلا إسرائيل، وهي مسيحية أصلا. المنظر ده لو كان اتعمل في أي رمز مسيحي أو يهودي الدنيا كلها كانت اتقلبت، لكن هنا عادي جدا يتقلك حرية تعبير. طب فين حرية التعبير اللي بتقف عند أي إساءة للديانة المسيحية أو اليهودية؟ الغريب اللي حصل مش بس إساءة، لأ، دي لعبة سياسية لكسب الأصوات. تخيل إنهم بيدوسوا على الإسلام وعلى المصحف علشان يفوزوا بالانتخابات، والأغرب من كده الكلام ده بينجح وبيكسب أصوات فعلا. في نفس التوقيت جوه الكيان المحتل نفسه زي ما اتكلمنا الوضع كارثي أساسا: مظاهرات يومية، ضغط شعبي غير مسبوق على نتنياهو، دعوات بصفقة تبادل أسرى علشان يوقفوا الحرب. الكيان اللي كان متعود يخلص أي حرب في شهر اتزنق بقاله سنتين، مزنوق، الاقتصاد بتاعه بينهار، القوى العاملة مش موجودة اللي هم العمال الفلسطينيين اللي كانوا بيشيلوا الحمل جوه الكيان، تم الاستغناء عنهم. غير ان استدعاء الاحتياط خلى الاقتصاد شبه واقف. حتى الصحف العبرية نفسها بتتكلم ان الخيار الاستراتيجي الوحيد هو وقف الحرب، لكن الحكومة متكبرة وبتقول لك هنفضل في جبل الشيخ لحماية الجولان، يعني كل شبر يحتلوه بيتحول لأرض إسرائيلية وبعدها يوسعوا أكتر ويمتدوا أكتر. المشهد مش مختلف بجوار الأراضي المحتلة، أراضينا المحتلة. سوريا بلد الشام اللي المفروض تبقى صامدة، امبارح استشهد 10 جنود سوريين في قصف الكيان على الأراضي السورية من غير ما يطلقوا رصاصة، من غير أي اشتباك، كأن دمائهم ملهاش أي قيمة، ولا الجيش السوري رد ولا النظام اتحرك، وكأن الجنود دول مجرد رقم في نشرة الأخبار فقط. مستمرين معاكم، لسه معانا أخبار نارية وخطيرة جدا، لكن قبل ما نكمل التفاصيل دعم الفيديو باللايك والاشتراك وكمل معانا تفاصيل الفيديو. من جبال كولورادو لحد سواحل كاليفورنيا، أمريكا حاليا عايشة موسم حرائق هو الأكبر والأخطر من سنين. في مقاطعات زي جارفيلد أو ريو بلانكو حريق بياكل الأخضر واليابس بالمعنى الحرفي للكلمة. 433 كيلو متر مربع اتفحموا. السيطرة على الحريق ما تخطتش 6% فقط. أكتر من 1000 رجل إطفاء بيكافحوا، لكن الرياح والحرارة عاملين زي البنزين على النار. السلطات ما سكتتش، أوامر إخلاء لسكان المجتمعات الجبلية،
وحتى يعني 179 سجين اتنقلوا من إصلاحية رايفل لمكان آمن على بعد 240 كيلومتر. وفي كاليفورنيا المشهد مش أقل رعب، حريق كانيون دمر 7 مباني وأصاب 3 من رجال الإطفاء، بينهم قائد أحد الكتائب اللي اتقلبت بيه الشاحنة في منطقة وعرة. أما حريق جيفورد الكبير فده أكبر حرائق الولاية من أول السنة، 466 كيلو متر مربع تم حرقهم، ولسه السيطرة ما تخطتش 21%. لكن النار مش بس في الغابات، النار كمان في جيوب الناس. استطلاع رأي أمريكي كشف إن 53% من الشعب شايفين إن غلاء الأسعار، أسعار الأكل تحديدا، هو السبب الأول للتوتر الاجتماعي. ده مش رقم صغير، ده نص البلد حاسس إنه مضغوط ومخنوق. 33% بيتكلموا إن الغلاء بيسبب لهم توتر، و14% فقط شايفينه إنه مش مؤثر. وده معناه إن حتى أقوى اقتصاد في العالم مش محصن من وجع الغلاء. في وسط كل ده طبعا ترامب في موضوع تاني، الرئيس اللي عمره ما فوت فرصة للشو الإعلامي، طالع بيهدد إيران وبيتكلم عن قمة سلام بينه وبين بوتين وزيلينسكي، وبيتكلم إن في فرصة قريبة جدا لإنهاء حرب أوكرانيا. لكن هو فعلا بيدور على السلام ولا بيستغل الورقة دي علشان يكسب شعبية وسط الفوضى الاقتصادية اللي بتضرب الولايات المتحدة؟ مش بس كده، ترامب بيهدد بفرض رسوم جمركية 100% على واردات أشباه المواصلات، خطوة هتهز الصناعة التكنولوجية من أول الموبايلات لحد السيارات. الرسالة واضحة، اللي مش هيتصنع جوه أمريكا هيدفع الثمن غالي. اللي بيتابع يعرف ان ترامب بيستغل الاقتصاد كسلاح ضغط، يضغط على الصين، يوقف حرب ايران، ويجر روسيا لمفاوضات بشروطه. لكن الحقيقة ان امريكا نفسها حاليا واقفة على ارض هشة تماما من تضخم وديون وأي شرارة، سواء من حرائق الغابات أو من أي ملف دولي آخر ممكن تولع الدنيا أكتر. في الوقت اللي أمريكا بتواجه جحيمها الداخلي، الشرق الأوسط كمان بيشتعل. الأمم المتحدة بتحذر من كارثة لو رئيس حكومة الاحتلال نفذ خطته لاحتلال القطاع المحتل بالكامل، كارثة إنسانية على ملايين المواطنين في القطاع، وزيادة خطرة على حياة الرهائن اللي موجودين. ده مش بس تصعيد عسكري، ده تهديد بحرب طويلة هتسيب المنطقة كلها على صفيح ساخن. لكن القطاع المحتل مش جديد على الصمود، رغم الحصار، رغم القصف لسه بيقف، والناس هناك لسه بتتكلم ان هم مش هينكسروا. في المقابل، ومش هنبعد كتير عن اللي بيحصل في الداخل الامريكي، الحرائق دي ما كانتش مجرد كارثة بيئية، دي تعتبر قنبلة سياسية واقتصادية بتنفجر في وش الإدارة الامريكية. آلاف البيوت بتتدمر، ملايين الأفدنة بتتحول لرماد، أسعار الخشب ومواد البناء طارت للسماء. الشركات الصغيرة في ولايات الغرب بدأت تعلن إفلاسها، المزارعين فقدوا محاصيل سنة كاملة في أيام معدودة. الإدارة الفيدرالية بتحاول أنها تتحرك بسرعة. ترامب طلع بنفسه في مؤتمر صحفي ووعد بمساعدات عاجلة بمليارات الدولارات، لكن الشارع الأمريكي كان شايف أن رد الفعل يعتبر بطيء، وكأن الدولة فوجئت بالكارثة دي رغم التحذيرات اللي صدرت من عدة أسابيع. أما طبعا على المستوى الدولي فالصورة ما كانتش أحسن. شاشات الأخبار في أوروبا وآسيا كانت بتعرض لقطات للمدن الأمريكية المغطاة بالدخان، وده فتح باب السخرية من أقوى دولة في العالم اللي مش قادرة تحمي ولاياتها. حتى الصحافة الصينية والروسية استغلت الفرصة وبدأت تلمح أن الكوارث دي دليل على تراجع القوى الأمريكية، وأن عصر الهيمنة الأمريكية بيقترب من نهايته. في الكواليس السياسية الملف ده دخل على طاولة المفاوضات الدولية بشكل غير مباشر. الصين اللي بتتفاوض مع واشنطن في ملفات التجارة والتكنولوجيا شايفة أن الوضع الداخلي الأمريكي نقطة ضعف تقدر تضغط بيها. روسيا اللي أصلا في صراع مفتوح مع أمريكا بسبب أوكرانيا